لا 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 لا. طفلة من عالم البراءة جاءت إلينا تحمل بين يديها رسالة سامية، رسالة مكتوبة بماء الورد. ألقتها على مسامعنا بصوت الجود، بصوت أصيل، فأشرقت سماء الحب في عالمنا. ديما بشار تلك الطفلة التي سحرت قلوبنا قبل عيوننا بصوتها الدافئ. لو ضاعت أيامنا بنصبر، لو نزلت دمعتنا بنصبر، للي هو خلقنا بنصبر. وعيونها التي تروي الحكايات، تلك الحكايات التي تخبرنا أن ديما ليست من قصص الأميرات بل من قصص الحياة. تبدأ قصتها من كان يا مكان، صوت جميل ناعم لا يوصف أبدا بهذه الكلمات البائسة العاجزة. صوت أنشد لرسول السلام ولبدر التمام صلى الله عليه وسلم. العدنا حتى نبقى خير الأمم، هيا نرقى نحو القمم. حتى نبقى خير الأمم، هيا نرقى نحو القمم. ونخط اسم محمد فيها ثم نلونه بالقيم. لبيك رسول الله. صوت زاد فينا الشوق للقياه، ثم جاء هذا الصوت وتلك العيون لتخبرنا عن قصة الطفولة المسلوبة في فلسطين. الطفولة المسلوبة في فلسطين. بعدها أمطرت ديما علينا أناشيدا لكل جديد، لخلق ولفرح ولرمضان وليوم عيد، للصداقة وللبلدان. طوم روجك، شد سروجك، علي موجك هالسوري. شو ما بدك نوفي بوعدك، يكرم وردك هالجوري. ورثاء للشهيد لما نستشهد بنروح الجنة. لا تقولوا علينا صغار، من هالعيشة صرنا كبار. من غير فلسطين شو يعني طفولة؟ في كل أنشودة تضع ديما أنفاسها، تصبح نبراسا وفخرا حيا وجمالا. هي جنة الإبداع وحروف الفن الملتزم، هي أبجدية الأخلاق الحميدة، ودليل على ذلك تلك الملايين الشاهدة. وها أنت اليوم تنافسين الكبارى وتتخطين المليون المعجب في صفحتك على الفيسبوك ليرى الكون أنك الأم ذو. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أنا ببارك لحبيبتنا الغالية ديما بشار وصولها ل 2 مليون شخص متابعين على صفحتها، ما شاء الله. بتمنى لها التقدم والازدهار. ولا تنسي يا ديما انك انت اول ما غنيتي معاي عالمايا يلا غنوا معايا، عبلادي لازم ارجع هي امل ومنايا. رب ان شاء الله يسعدك ويبارك فيكي ويخليكي لأهلك انت وحبيبنا محمد بشار. ألف مبروك يا ديما، ان شاء الله للأمام يا مبدعة. سلام. ألف مبروك لوصول صفحة المبدعة ديما بشار ب1,000,000 معجب. أنا النجمة ربى صايغي. وبارك يا ديما بشار 2 مليون معجب. اللهم اجعلهم حجة لك لا عليك. وهذا دليل على إبداعك حبيبتي أختك سليمة الزهراني.
يا زهرة بين الزهور، ملأت الدنيا حبور، نشرت أحلى العطور، أدخلت الفرح والسرور على كل القلوب والصدور. حلقت في السماء كالطيور، يا ديما يا بشار، شدوتي بصوتك الرنان أعذب الألحان كأجمل الطيور. المنشد جدوم. طيبة في ذاك القلب الصغير، يتحدث عنها كل من رأى تلك العيون الساحرة. هي ليست مجرد منشدة، بل فتاة تعلم الناس كل شيء. الجمال وعذوبة الصوت والأناقة، والأهم من ذلك كله أنها داعية إسلامية صغيرة. مهما طال الزمن أو قصر، ستبقى قصة ديما تروى للأجيال. سنحدثكم يا ديما عنك، عن كل ما قدمتيه لنا، وستصبحين حينئذ قدوة لكل جيل. لن نكمل قصتها كما لم تكملها هي، فكما قالت لنا أن كل وعد في مرضاة الله هو خطوة بدرب السعادة. فهنيئا لنا بك يا قدوتنا، يا من علمت الكبار قبل الصغار بيدك الصغيرة التي تحمل عصاة الأمل. محبتكم رسمالي وانشد بالصوت العالي، محبتكم رسمالي.